تعالوا نعمل احلى تتبيله شيش طاووق تندوري بس خطيره، واحفظيها عندك علشان الكل هيسالك عليها. تتبيله نص كوبايه من اللبن ومعلقتين خل، قلبهم كده يتكتلوا. تستبدليه بالزبادي، معلقه من الثوم المفروم، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، زنجبيل بودر، معلقه من الجرام مصالح عملناها مع بعض، كمون وكركم، بابريكا، رمان وصويا صوص ومستردة وربع كوبايه زيت، كاتشب، وكمان هوت صوص حسب الرغبه، نقطه او نقطتين من اللون الاحمر الغذائي. ونقلب. التتبيله خطيره. نجيب بقى صدور او وراك ونقطعها نرقها بالتتبيله ونسيب شويه من التتبيله. عايزين بقى شيش طاووق طعمه مميز ومختلف، تقدري تسيبيها كده في كيس 24 ساعه في الثلاجه قبل التسويه، غلفت بالطعم واللون مع بعض. اجيب الفلفل الالوان والبصل واقطعهم يكونوا كلهم حجم واحد. اجيب الستيكس واحطها في ميه بارده، نفس الترتيب بصل فراخ وفلفل الوان، كل مره بلون شكل من الفلفل علشان يبقى شكله بالجمال ده. شويه من التتبيله قطع الشيش من بره، من اجمل التتبيلات اللي ممكن تعمليها للشيش. دوري مختلف جدا في اللون والطعم. تعملي كميه وتسيبيها في الفريزر. الفيديو الجاي فيه طريقه التسويه بالتفصيل. صحتين وهنا يا رب. يلا نسوي الشيش التندوري باسهل طريقه تسويه، بلون وطعم مميزين جدا وكمان بدون فرن. تابعي معايا واحفظي الوصفه عندك. تبلنا الشيش الفيديو اللي فات باحلى تتبيله تندوري، تقدروا تشوفوها في الفيديو اللي قبل ده على طول. سيبته في التتبيله ليله كامله علشان يعمل اللون التحفه ده. جهزناه في الستيكس مع الفلفل الالوان والبصل، وكده بقى جاهز على التسويه. ريل على النار او طاسه معلقتين زيت، نحضر شويه من التتبيله وفرشه. اول ما الزيت يسخن هنزل بالستيكس كده على حراره عاليه في الاول، وهدهن من التتبيله على الوش. اول ما الاقي الطبقه اللي تحت اخدت لون هدي النار شويه واقلبه. برده هدهن التتبيله من وقت للتاني كده علشان يشرب التتبيله ويستوي، يبقى جوسي كده من جوه. كده خلاص ال5 دقايق التانيين عدوا، الشيش بقى واخد لون تحفه جدا، جاهز على التقديم. انا قدمته على رز بسمتي، طريقته موجوده هنا في اكتر من فيديو. رصوا بقى الشيش على الرز البسمتي كده تحفه، ورشه بقدونس وصنوبر كمان، انا بحب قوي احطه مع المشويات عموما، يبقى حلو وشيك قوي كمان في التقديم. كده بقى جاهز، وانا متاكده لما تجربوا طريقه الشيش التندوري دي هتعجبكم. وصحتين وهنا يا رب.